السلام عليكم ورحمة الله. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ حوالكم طيبة؟ عواشركم وبركة عيد عليكم ان شاء الله بالصحة وطول العمر والهنا يا ربي لكم والأمة العربية والأمة الإسلامية يا ربي فين ما كنتوا، حيث كنتوا داخل المغرب وخارج المغرب والدول العربية كاملة. احنا كنا اخوات في الإسلام. اليوم اخواتاتي جبت لكم واحد الغريبة اللي هي تبارك الله نقول لكم كتشقق وكتجي كدوب في الفم بمقادير بسيطة ورائعة. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة وهاد الغريبة اللي انا غندير ولا هاد البهلة. يعني اش نقول لكم كدوب في الفم وبقوام رائع والمذاق لا يقاوم. نتمنى خواتاتي ما تنسونيش بالبصمة عفوا ومن اللايك ومن الاشتراك ورفع الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. وشكرا بزاف اخواتاتي، بارك عليكم العواشر والعيد ورمضان هو مشى الصحة والسلامة. نتمنى ويجينا ايام عديدة ان شاء الله لا بقينا في الحياة. شوفوا معايا هاد الغريبة كيفاش جات الشهوة منها وجات روعة. شوفوا معايا يعني النتيجة قدامكم كتحمق. نقول لكم كتجي مشقة دائما. سبحان الله العظيم، الحمد لله ما غنشكر راسي. المهم غريبة كتصدق ليا زوينة وكتجي مشقة بدون تعب وسهلة في التحضير. والمكونات اخواتاتي بسيطة وهي مذاقها زوين بزاف كيحمق على الكبار والصغار. وإلا تبعتوا المقادير وطريقة التحضير غتعجبكم الوصفة اخواتاتي. ما تنساونيش اخواتاتي من اللايك، راه اللايك هو اللي كينشر ليا الفيديو، والفيديو ما كنشرش ليا في اليوتيوب كامل، يعني كيبقى محدود غير عد ماشي عد في اليوتيوب كامل، كيبقى محدود ما كيتنشرش ليا. الله يجازيكم بخير وفضل الله وسع امرا. وكنشكركم بزاف والله يجعلنا في ميزان حسناتكم. ما تنسونيش خواتاتي من اللايك وشي كلمه زوينه طيبه في حق هاد الفيديو. الا عجبكم نتمنى انا يعجبك، هذا هو الغرض ديالي. نتمنى يعجبكم ويفيدكم يا ربي. دائما انا ملي كنلوح لكم شي حاجه خواتاتي خوتي كلكم على قلبي وعلى عيني وعلى راسي من الفوق، كنشكركم بزاف وكنشجعكم ونعطيكم التحيه خاصة من القلب إلى القلب. نتمنى لكم الصحة والسلامة. شوفوا كيفاش كيدوب، يعني دغا كتهرس هاد الغريبة وكتجي هشيشة وبمقادير قليلة وما فيهاش مقادير كثيرة. والمهم هو إنها اقتصادية وبسيطة ورائعة. نتمنى تعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوش من اللايك والاشتراك ورفع الجرس ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم الله على بركة الله. ندوز المقادير وطريقة التحضير. تبعوا الفيديو حتى الاخر وإلا تبعتوه غتفهموا النتيجة. وهاد الغريبة سهل، تستحق التجربة، تستحق المشاهدة. نتمنى لكم تلحقوني عدد من اللايكات. الله يجازيكم بخير. شوفوا النتيجة قدامكم راها مشقة وسهلة. نتمنى تعجبكم. وبسم الله على بركة الله غندوز المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما شفتوا معايا المقادير قدامنا. عندي جنجلال، كاس ديال الجنجلال نص مطحون والنص بقاص خليته صايم كما شفتوا معايا. عندي هنا اللوز اللي هو جبانه بحال كاس ونصف ديال اللوز حتى هو طحنته ولكن خليته شويه مهرمش. وعندي جوج خمارات كل وحده فيها 8 غرام. عندي 22 غرام ديال الخميره الكيماويه. وعندي جوج كيسان ديال الزيت ديال عبار كاس العنبه. وعندي جوج كيسان ديال السكر تما عبار العنبه. وكاس ونصف ديال الزبده هو 250 غرام ديال الزبده. المهم مقادير مضبوطه وناجحه وبسيطه. وعندي واحد المعالقه صغيره كتشوفوا دابت ليا فوق سطح العمل عويشه صغيره ديال العسل، ونصف معلقه ديال الملح، ونصف معلقه ديال القرفه ما تكثرش منها باش ما تجيش غامقه وباش يكون يعني اللون ذهبي. المهم عندنا هنا الفورس اخواتاتي اللي هو من النوع الجيد. عندي كيلو يعني مضبوط ما فوق وما تحته كيلو هو اللي عندي ديال الطحين. وكيعطيني كميه تبارك الله ما شاء الله كثيره ما شاء الله. اللهم زيدوا بارك والله يحفظها من الزوال. كنخلطوا ديك النواشف اللي انا قلت لكم من قبل كامله، اللوز، جنجلال، الملحه، الطحين، القرفه،
ديك المعالقه ديال بحال المعالقه ديال العسل حتى الاخر كما غتشوفوا معايا. والخميره اللي قلت لكم 22 من 22 حتى ل 21 غرام. هذه راه تصدق لكم 100%. هذه هي دائما المعتمده عندي، كنديروا 22 حتى ل 21. المهم كل بوستين او كل بكيه، بالنسبه لنا كنقولوا بوستين هنايا في ايطاليا، اما بالنسبه للمغرب كنقولوا بكيه. كل بكيه فيها 8 غرام، يعني ما كتوزنش بزاف ديال الغرامات. زدت انايا حسبت من ديك البكيه اللي كانت باقا الثالثه وكمل 23. كنخلط هاد العناصر كامله خواتاتي حتى ننسجم لنا مع بعضياتنا. وكنصب ديك 250 غرام ديال الزبده اللي هي مذابه من قبل، وكنخلط ديك الزبده مع داك الطحين ومع ديك المكونات اللي حنا درنا من قبل، باش ديك الزبده ما نخلطوش معها من قبل الزيت. كنخلطوها هي وديك المعالقه ديال العسل. السر في هاد العواشقه ديال العسل ان كتجي لكم اللون ذهبي وكتجي رائعه، ما كتجيش محروقه، وكيجي اللون واحد يعني كتجي بحال في الطيب، كتجي لذيذه وبنينه وكتجي لون ذهبي. بعد ما خلطت اخواتاتي الزوينات الله يخليكم والله يحفظكم ليا، ملي كنكمش بحال كبيدي كتجمع، عارفوا راه العجينه صادقه عليكم. وكنصب الكاس الاول اللي انا قلت لكم بشويه بشويه، لكم الاختيار. انا قلت لكم عندو 2 كيسان، انا درت 2 كيسان ومعلقه، زدت معلقه بقات لي حشوي ناشفه، يعني بدون غش بدون كذوب بدون يعني نفاق. المهم مقادير، ومن بعد غشتوني غنزيد واحد المعلقه في الاخر اللي هي صبيتها في الكاس، معلقه بالحساب يعني كيس 2 كيسان ومعلقه ديال الزيت كما شفتوا شحال بقى لي في الكاس. ومن بعد غنزيد واحد المعلقه ديال زيت النباتيه، وما تكثروش فيها الزيت وما تخليوهاش ناشفه، يعني حد في القد. ما خاصكمش ملي كتكمشوا عليها بحال هكا كتسيبوها يعني ما هي رطبه ما هي. المهم كتجمعينا في اليد ديالنا، عرفوها مزيانه. شوفوا كيفاش يعني كتجي يعني دايره مع بعضياتها. ديال المعالقه اللي انا زدت من بعد كما شفتوا معايا النتيجه واضحه قدامكم. نتمنى عجبكم هاد الغريبه او البهله اللي هي معتمده عندنا في المغرب، كنديروها بكثره هي والفقاس. مهم نتمنى تعجبكم، راها زوينه وبنينه تستحق التجربه وتستحق بزاف ديال المشاهده وبزاف ديال اللايكات. نتمنىكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك لانها وصفه تستحق التجربه. نتمنىكم تجربوها وترجعوا لي الخبر. الله يجازيكم بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه. بعد ما خلطناها كنجيبوا هذا الحكاكه كما كان نوع الحكاكه اللي عندكم، كنديروا ليه هذا بحال ما هذا الشكل وكنحكوها مزيان هكاكا كيما كانت عندكم. ضروري تدوزوها مره ولا 2 مرات حتى 3 مرات كيما دوزتوها كيما كتصدق لكم مزيان. وبعد قبل ما تدخلوها اخواتاتي للفران ضروري كتسخنوا الفران مزيان. الفران ديال الغاز راه كيكون عادي، كاين اللي كيكون عنده الفوق والتحت، اما بالنسبه ديال الضوء راه كيكون يعني بغيتي تشعلي الفوق تشعلي، بغيتي تشعلي لتحت شعلي، بغيتي تشعلي مجموع تشعلي مجموع. مهم غادي يعجبكم، نتمنى يفيدكم كما قلت لكم. وكنجيو نكوروا هاد الكويرات كنديروا بها التجربه. شوفوا راه تجمعت ليا. من بعد قلت لكم تسخنوا الفران مزيان وديروها من التحت، ديروها هاد البهله او الغريبه ضروري ديروها لتحت حتى كتشقق لينا وكتنقص لينا، نقصوا ديك العافيه على ديك الغريبه. بعد ما كتشقق وكتولي اللون ديالها ذهبي، من بعد كنشعلوا عليها كنطلعوها الفوق لا كانت ديال الغاز، وكنقصوا عليها يعني نار مهيله باش ما تحرقش لكم ديك البهله ولا ديك الغريبه، لانها فيها الزبده فيها مكونات دغا كتحمر، كتجي رائعه، كتجي روعه. سمحوا لي انا دائما كنغلط معكم، غير سمحوا لي وكنكثر الهضره، غير سمحوا لي الا جات على خاطركم. وكنضغط عليها بعد ما كنجمعها كنديرها الوسط وسط الكف ديالي، وكنضغط عليها بديك الطريقه ديال الكف ما بين الكف والكف، يعني كتساعدها ما كتشتتش لكم، يعني ما كتضيعش لكم هذيك البهله ولا ديك الغريبه. كما كديريها كما كتبقى صادقه ناجحه 100% خواتاتي بالصحه والراحه. انا بغيتكم غير شي حاجه تستافدوا منها، واخا ما تفرجوش فيها ولا ما تعجبكمش، ما كرهش غير ديك كلمه الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير. المهم بعد ما استفتها في اللاطه كامله غندخلها كما قلت لكم الفران
لتحت حتى تتشقق وتولي ذهبيه. وغنكمل كل شيء. هاد العجينه تبارك الله ما شاء الله اللي بقات اللهم احفظها من الزوال. كندير لاطه وبقات عندي واحد اللاطه صغيره حتى كنكملها كامله. وعاده كندير يعني شويه بشويه. عندي الوقت المهم تاخذ ليها الوقت ديالها وتقابليها، ما تخليوهاش بوحدها في الفران. وكتمشيو ديروا شي حاجه خاصكم تعطيوها الوقت وتعطيوها يعني تعطيوها وقتها، ماشي نتوما تشقاو وتخليوها هي تحرق ولا ديروها الفوق. ضروري ديروها لتحت. انا نصيحه مني ديروها لتحت باش تشقق لكم داك الشقوق، كتجي زوينه وما كتشتتش. وملي كديري في فمك واحد المذاق تبارك الله ما شاء الله زوين. وتا ديك الملوحه هي كتهرس داك الحلاوه. كيجي ما بين شويه الملح وشويه ديال الملحه وديك الحلاوه كتعطينا مذاق زوين. بعد ما كملت هما هاد الشيء اللاطات اللي بقاو عندي. تنسونيش خواتاتي من اللايك والاشتراك ورفع الجرس والبرطاج.